ركز معايا، هوريك فيديوهين حلوين قوي بصراحه يوروك الفرق الكبير بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك اللي احنا دايما بنحاول نكلمهم فيه ونحاول نعرفه لهم، بس هم بينكروه. هوريك الحقيقه بعينك، هتشوف فيديوهين. فيديو لجمهور النادي الاهلي وهو بيتعامل مع احد اهم الاعمده الاساسيه للفريق في حاله التجديد او الرحيل، وتشوف جمهور الاهلي قال له ايه في قلب المدرج. هوريك الناحيه الثانيه فيديو ايه بقى. هوريك تجميعه كده لجمهور الزمالك، كان حد عاملها من الاهلاويه تسلم ايده بصراحه، وحد بعتها لي تشوف منظر ما يعلم به الا ربنا. يلا بينا. سمعت جمهور الاهلي ده عبد الله السعيد واحمد فتحي. شايف الاسماء بقولها لك عامله ازاي في وقتها. عبد الله السعيد كان بيتقال عليه انه في وقتها اهم لاعب في مركزه في القاره، والحق اتقال كاداء كنا بنشوف منه كده، بس بيني وبينك لما مشي اكتشفنا انه كان وش نحس علينا وعلى جميع الانديه اللي لعب فيها، حتى احنا وبيراميدز. بيراميدز لما مشي عبد الله خدوا بطوله وماشيين هم، تبص الدور قبل النهائي كونفدراليه. تيجي على الزمالك راح لهم واخدين كونفدراليه على الاقل، حتى لو بدور دوره رمضان خد كونفدراليه ولبسوه ميداليه كده، فاهم ايه شغل كده نسا. جه السنه دي وشه بانجا، وش النحس. يا اخي واخد دور شيكابالا برضه اهو، قام رايح بايظ فين؟ بقى رايح استلم بوش خالص، رايح استلم بوش خالص وخرجوا من الكونفدراليه، وش النحس. تعالى بقى تشوف جمهور الزمالك لما بيجي يتعامل مع لعيبته في التجديد. تعالى شوف زيزو والشحاته اللي انت عايز تسميها باقذر الاسامي سميها، تقول عليها شحاته، تقول عليها رخص. اتفرج يا معلم ونبقى نرجع نتكلم. راح ما صدقتش يا زيزو، حرام عليك، ده انا بعت الجحش اللي حيلت يا زيزو، قول في ايدك يا زيزو، خدك يا زيزو. ضحكتك في الدنيا يا زيزو، والله العظيم تمام. احنا بنحبك واللي انت عايز تعمله اعمله، احنا عارفين انت هتعمل ايه، وانا اكتر واحد عارف انت هتعمل ايه. انت مش هتلعب في مصر غير الزمالك. انا زيزو ده لو طلب من جمهور الزمالك ان احنا ندفع له من جيبه، قسما بالله انا ما بكذب، احنا هنديله كل مرتبنا وهنديله كل جنيه داخل في جيبنا ليه هو مخصوص عشان خاطر يجدد في نادي الزمالك. احنا زي ما بنحبه تمام، وهو لو ما حبيناش وادانا نفس الحب ده مش هينفع. ابيع كليتي بسبب زيزو واخليه يقعد في نادي الزمالك. اقسم بالله عندي استعداد ابيع كليتي بسبب زيزو. لو مجلس الاداره مش قادر يوفر فلوس لتجديد زيزو، اقسم بالله انا مستعد ابيع كليتي اليمين والشمال من اجل ان زيزو يقعد في نادي الزمالك. لو مش قادرين تحافظوا على اهم لاعب عندكم في الفريق، اطلعوا واجهوا الناس. اقسم بالله انا كمشجع زملكاوي لو طلب مني ابيع كليتي هبيع كليتي من اجل ان زيزو يقعد. ده رقم واحد. لو مش معاك فلوس اعمل حساب بنكي يا سياده رجال الاعمال اللي موجودين في المجلس. زيزو احنا بنحبك، اوعى تمشي بالله عليك يا شيخ، وحياة ايلا اوعى تمشي، وحياة ايلا وحياة ايلا. زيزو مش هيمشي، زيزو مش هيمشي، اسمعوا اللي بقول لكم عليه، سيبكم من الاعلام، اعلام فاشل. زيزو مش هيمشي ومشي، والله العظيم ما هيمشي، مش هيمشي، والله مش هيمشي. شفت الفرق عامل ازاي؟ شفت عبد الله السعيد واحمد فتحي قال لهم ايه؟ يلا يا فتحي امشي، خد عبد الله وامشي. يلا يا فتحي مفيش تجديد، عبد الله يا سعيد النهي، خد عبد الله وامشي، النادي الاهلي حديد. الفرق كبير. انما انت الناحيه الثانيه زيزو يمشي، ابيع كليتي واطلع مرتبي. انتوا معاتيها يا اخوانا. كليه مين يا ابني اللي تبيعها؟ كليه مين؟ ده انت لو هتتجوز ما تبيعش كليتك. ده انت لو هتعمل مشروع العياذ بالله ما تبيعش كليتك، هتبيع كليتك وتحلف بالله عشان خاطر زيزو يقعد في الزمالك. ما طز في الزمالك على الاهلي على زيزو، كليه ايه وهباب ايه وهم خد بالك امور صفا. هم مختلفين، هم عندنا مختلفين في كل حاجه، هم ده اللي فالحين فيه لا اكتر ولا اقل. عشان نقفل ما اطولش عليك، ما بقولش ان في حد من الجمهورين ملاك. يعني انا كاهلاوي مش هطلع اقول لك ان الجمهور الاهلي ما بيغلطش، الجمهور الاهلي ما بيعملش. عندنا فئه بتغلط وعندنا فئه بتخبط وعندنا فئه بيبقى فيها فكر مختلف، ما قلناش لا، ده شيء طبيعي. انما بتقاس نسب وتناسب. فانت النسبه العاليه عندك كره الاهلي بس. 80 90% من جمهور الزمالك هو كاره الاهلي، مش بيحب الزمالك قد ما بيكره الاهلي. فاهمني؟ انا تقول لي بتحب الزمالك، ما بحبوش بس ما بكرهوش. انا مش شايفك، مش انا كاسلام الاهلاوي كده مش شايفك. الاهلاوي عاملك معامله قلت لك الفينش بتاع جون سينا قبل كده، مش شايفك. انت قاعد وسطينا مش قاعد وسطينا، انت مش موجود، ما بتضايقنيش في حاجه، فانا ما بكرهكش. فهمت؟ انما انت بتبقى كاره الاهلي اكتر ما بتحب الزمالك، عشان كده انتوا هتفضلوا ورا
وهتفضلوا بتنزلوا بتتدحضروا لحد ما تخشوا في نص الجدول، اكتر ما انتوا خلاص قريبين من نص الجدول. ما علينا، ده الفرق الكبير بين الجمهورين، والفرق بين الجمهور بيسند فرقته وبيسند ادارته وبيسند ناديه صح، وفرق بين الجمهور بيدعم عمياني. انا ادعم عمياني وخلاص واطبل النادي باسم اللعيبه وبين قلبي وبين وركي وبين ساسي وزيزو وميزو وفيزو، ويقول لك على زيزو دوت كان زملكاوي من صغره برضه، ونقول لهم يا جدعان اهلاوي، هو جاي اهلاوي وقايل بلسانه لا زيزو عافيه، زيزو زملكاوي. ما علينا، لحد كده مش عاوز اطول عليكم، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، سلام.